السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم أميرة أبو زيد، وهنشوف مع بعض الطواجن التحفة اللي انتوا شايفينها دي ازاي عملناها، وازاي ان احنا فيها تركات كده او تكات حلوة جدا هتعجبكم. عملنا هنا الطواجن الملفيه او طواجن ام علي بالشكل التحفة اللي انتوا شايفينه ده، جوسي من جوه ومنقرمشة من فوق. يلا بينا هنشوف الوصفة التحفة اللي عجبت كل اللي اكلها ازاي. معايا زي ما انتوا شايفين كده، شايفين تجنن، طعمها يجنن بجد، حلوة جدا. لو اول مرة تشوفوا قناتي يا ريت متنسوش تحطوا لي سبسكرايب للقناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد، ولايك وشير للفيديو لو الفيديو عجبك واستفدتي منه. زي ما انتوا شايفين كده انا معايا هنا الطواجن دي حجم الفرد الواحد، وهنعمل مع بعض الطواجن بتاعتنا بالملفيه. معايا هنا طبق من الملفيه، لازم الملفيه بتاعي يكون نوع كويس جدا عشان يطلع لي الطاجن بتاعي حلو جدا. يعني لو انا جبت ملفيه نوع كويس هيطلع لي طبعا ام علي طعمها حلو. معايا هنا طبق من الملفيه، اخدته كده وكسرت منه وحطيت في كل الطواجن اللي موجوده معايا. حطيت كده وزعت في كل الطواجن زي ما انتم شايفين كده، بقى اكسرها شويه صغيرين مش بخليها ناعمه قوي. تمام كده، هوزع في كل الطواجن بتاعي. وهيكون عندي هنا لبن مغلي او حليب مغلي. الحليب تقدري ان انت تضيفي عليه سكر، او انا هنا حطيت في الاول ما حطيتش في الاول سكر. هنا معايا اللبن بتاعي، حطيت في كل طاجن حوالي كوباية من اللبن المغلي، وما فيهوش اي اضافات خالص لاني هسيب جزء منه هضيف عليه مكونات هتخلي لي الطاجن بتاعي طعمه حلو جدا. اخدت اللبن كده وفي كل الطواجن احط حوالي كوباية من اللي احنا بنشرب فيها الشاي من اللبن المغلي. ليه بحطه مغلي؟ على اساس ان الملفيه او الطواجن ام علي مش بتاخد وقت طويل في الفرن، وبنبقى عايزينها تكون جوسي، مش عاوزة اللبن او الملفيه يتشرب كل اللبن اللي موجود في الطاجن. سبت جزء هنا من اللبن، هضيف عليه كوباية الا ربع من الكريم شانتيه الخام، وكمان نص كوباية من لبن البودرة، وهضيف كوباية ونص من السكر. تقدري تضيفي السكر اللي انت حباه. انا حبيت هنا ان انا اعمله ان هو يكون السكر بتاعه هادي شوية، على اساس ان هو يكون طعمه يعني بالنسبة لي كويس. لو انت بتحبي السكر عالي تقدري تضيفي كوبايتين من السكر. حطيت هنا رشة من الفانيليا، وكمان هحط هنا نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. تمام كده، هنا انا حطيت السكر وهبدأ هنا اضرب كل الخليط ده بالميكسر او بالهاند بلندر او هنضربه في الخلاط لحد ما اتأكد ان السكر معايا داب وكل المكونات تجانست مع بعضها. هبدأ اخد الخليط ده كله وهوزعه على كل الطواجن بتاعتي اللي انتوا شايفينها دي. الخليط طبعا بتاعي تقيل جدا وشكله وطعمه تحفة بجد، طعمه يجنن لانه فيه مكونات كتيرة بتضيف طعم لأم علي وهتخليها طعمها حلو. وكده انا بسقي ام علي وولادها بالشكل ده. لما بحس ان الملفيه خلاص بيتشرب ومحتاج تاني بضيفله شوية كمان علشان انا مش عايزاه يكون ناشف. هنوزع الخليط ده على كل الكمية عشان طبعا فيه نسبة السكر، لكن اللبن اللي انا ضفته في الاول مفيهوش سكر. وزي ما قلت لك ان انت تقدري تضيفي السكر في اللبن من الاول خالص وتوزعيه على كل الكمية بتاعتك. هنا بعد ما خلصت خلاص توزيع اللبن معايا بالخليط، هبدأ اجيب هنا بقى اي نوع مكسرات عندك لو انت بتحبيها، ممكن تضيفي زبيب، جوز هند، تحطي مكسرات، اي نوع مكسرات عندك. انا هنا عندي شوية من المكسرات ضربتهم ضربة كده في الكبة علشان يبقى متكسر، انا مش عاوزاه يكون ناعم قوي. وهبدأ اجيب المكسرات بتاعتي وهضيف على كل طاجن معلقة كده مليانة.
تمام كده. باحاول كده أضبّط المكسرات، أنا حطيت أكتر من معلقة مليانة كده علشان يبقى برضه طعمه حلو. هابدأ هنا عندي قشطة بلدي من بتاعة وش اللبن، باجيب معلقة كبيرة كده مليانة وباحطها على كل طاجن كده علشان تديني طعم حلو وكمان لون حلو للأم علي. عارفين كلنا ان الاكلات الحلوة دي بتبقى حلوة جدا وهي سخنة وكمان في الشتاء عشان تدفينا، وكلها مكونات يعني دسمة عشان تدينا باور. كده بعد ما وزعت القشطة كلها انا طبعا مشغلة الفرن بتاعي عشان يكون ساخن على درجة حرارة 200 أو 220. هذا كده أنا مش هخلي الطواجن تاخد وقت طويل في الفرن. برص كل الطواجن دي على صينية وبدخلها الفرن على درجة حرارة مش هتقل عن 200. بولع الشواية من فوق لو الفرن بتاعي يسمح ان انا اولع من فوق ومن تحت. لو ما يسمحش طبعا بنديلها بس كده يدوب 5 دقايق من تحت، وبعد كده اولع الفرن من فوق عشان الطواجن بتاعتي تاخد لون حلو. وقبل ما ندخلها الفرن هنا انا بعد ما حطيت القشطه كمان بس للاسف ما اتصورتش، جبت معلقه صغيره كده من السكر ووزعتها على كل الطواجن دي. السكر هيديني كرمله حلوه للوش الطاجن، وفي نفس الوقت هيديني قرمشه، يعني هيديني لون وهيديني قرمشه للطاجن ام علي. وكمان هيبقى طعمه حلو مكرمل كده بعد خلاص ما هو طلع معايا من الفرن بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وجبت هنا شريط ستان وعملت فيونكات كده عشان اظبط الطاجن بتاعي وادلعه. زي ما انتوا شايفين كده احلى طاجن ام علي وولادها، عشان ما ننساش ولادها زي ما انتوا شايفين شكلها تحفة وطعمها يجنن. ان شاء الله هتجربوا الوصفة هتعجبكم، وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، ويا ريت اشوف تطبيقاتكم على الفيسبوك. كانت معاكم أميرة أبو زيد، وما تنسونيش في اللايك والشير وكومنت حلو منكم. ولو أول مرة تشرفوني في قناتي يا ريت ما تنسوش السبسكرايب للقناة، واشوفكم على خير في وصفة جديدة ومختلفة. وباي باي.